عتب دام 50 سنة غابت خلالها طيور الحمام عن ساحة الشهداء وسط العاصمة الليبية. وكما يسرد الطرابلسيون عن ستينيات القرن الماضي حين لم تفارق الحمائم ساحتها إلا بمجيء العقيد القذافي ليرحل الحمام ويبدأ ما يراه معظم الليبيين فصلا قاتما من تاريخ ليبيا. الحمام هذا كان في الستين ينزل، لما جاء المقهور اختفى الحمام، ما عادش حتى له وجود. وسبحان الله بهالكثرة هذه ياهي في عهد الثورة الجديدة الحمد لله عاد الحمام إلى أرض الوطن مرة أخرى. لكن مئات الحمائم عادت مجددا بعد طول غياب، تحلق في أجواء ساحة الشهداء في طرابلس وتحط في الأرض وادعة حيث يطعمها الناس. ولا يستطيع أحد أن يعرف سببا حقيقيا لغياب الحمام عن وسط طرابلس طوال تلك السنين ولا سبب عودته مجددا، لكن بعض الليبيين يرى في عودة طيور الحمام فألا طيبا وعلامة على أن البلاد تمضي في المسار الصحيح. الحمد لله توا نزلت الحمام هنا، هذه زيادة لنا احنا في شرف وفي الأمان اللي موجودة في طرابلس. والحمد لله الأطفال هذو يتنعموا والكبار حتى كبار السن يجوا يجلسوا هنا ويقعمزوا ويشبعوا في الحاجات هذه معناتها ما كانتش موجودة. ويؤكد السكان أن ساحة الشهداء باتت مقصدا يوميا للأطفال وأهاليهم، وباتت اليوم واحة هادئة يستمتع الناس فيها برؤية الحمام بعد أن كانت مسرحا للتجمعات الحاشدة لأنصار القذافي. حسام جبالي، العربية.